الفيديو ده مش script كاتباه وعمّالة باقول منّه، الفيديو ده تجربة حقيقية لمُعظم طرق تنظيم الوقت لشخصية بتذاكر بقى لها أكتر من 12 سَنة، فأنا النهارده هاكلّمكم عن تنظيم الوقت بشكل فعّال، وعن كل الحاجات اللي فعلًا هتفيدكم بشكل عملي إن أنتم تنظموا وقتكم بعيدًا عن الكلام اللي على ورق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم في فيديو جديد. أنا مي جمال طالبة في تالتة طِب بشري، وعلى القناة هنا باحاول أساعدكم وأتابعكم خلال رحلة الثانوية العامة وما بعدها وغيرها. كان السنة اللي أنتم فيها، فبإذن الله هاحاول أقدّم لكم محتوى نافع وهادف يفيدكم خلال حياتكم. أول حاجة لازم أعرف أنا حياتي بتتمحور حوالين إيه. معظمنا حياتنا بتتمحور حوالين 3 حاجات: الدراسة، الشغل أو الهوايات اللي إحنا بنعملها، وتالت حاجة هي جانب البيت وأدوارنا في البيت. أنا مثلًا في ثانوية عامة كانت أدواري في البيت إن أنا أول حاجة أروّق الأوضة بتاعتي كويس، تاني حاجة كنت باهتم بأختي الصغيرة، وتالت حاجة بعض المشاوير كنت باروحها. فبدل ما أنزل المشاوير مخصوص، أنا كنت مثلًا النهارده رايحة درس معيّن، فباجمّع كل المشاوير اللي ماما محتاجاها في ورقة، وبعد ما أروح الدرس وأنا جاية أقوم مشترياه. على فكرة دي حاجة كانت بتخلّيني أصلًا أفُك عن نفسي، إن أنا باتمشى شوية وباتعامل مع يعني جانب مختلف عن الثانوية العامة وعن الدراسة، فبالتالي أنا دماغي ما بتبقاش بس يعني burn out أو مشغولة بس بالدراسة. أنا وأنا باروّق كنت باعمل حاجة زي multitasking كده، إن أنا أسمع أي حاجة وأنا باروّق، podcast بقى، فيديو مريح أو ممتع بالنسبة لي أو قرآن، فبالتالي أنا باعمل حاجتين في نفس الوقت وأنا مستمتعة ومش باحس بترويق الأوضة. وكذلك وأنا برضه باهتم بأختي الصغيرة، بالبّسها مثلًا، باسرّح لها شعرها قبل ما تروح الحضانة، فدي برضه حاجات كانت بتبقى محددة بالوقت، مثلًا ترويق الأوضة أول ما أصحى من النوم. أختي الصغيرة بتبقى مثلًا صاحية الساعة 08:00 فكانت الحاجات ديّة محددة بوقت. تاني حاجة وهي فكرة الهوايات بتاعتنا، طبعًا أنا لازم أحدد هوايتي دي هتاخد وقت منّي لدرجة إن هي ممكن تأثّر على دراستي والّا لأ. يعني مثلًا أنا كنت باعمل يوتيوب أصلًا من وأنا صغيرة، بس لمّا جيت في تالتة ثانوي لقيت إن هي حاجة هتضيّع وقت كتير، فقررت إن أنا يعني أعمل إيقاف لحاجة زي دي لحد ما أخلّص ثانوية عامة. كنت باصوّر كتير جدًا لإن أنا أصلًا من هواة التصوير، ولكن مش إن أنا أصوّر وأمنتج وأنزّل كل الكلام ده علشان ما اشغلش نفسي بالتعليقات والحاجات دي كلّها، وبالتالي أضيّع وقت. يعني مثلًا دلوقتي أنا عندي نزول للكلية 4 أيام في الأسبوع، ففي 3 أيام إجازة، ال3 أيام دول باخطّط فيهم بقى إن في يوم للتصوير، يوم للمونتاج، يوم للجدولة وتنزيل الفيديوهات. فأنا مثلًا لو في يوم قصّرت ففي خطة بديلة إن أنا مثلًا اليوم التاني هيتقسّم بقى على تصوير ومونتاج، هاقلل عدد الفيديوهات شوية. المهم إن أنا ما اضغطش على نفسي أوي في حتّة الهواية دي لإنها مش حاجة أساسية. ولكن الجزء التالت طبعًا وهو الدراسة، هي الجزء اللي أنا لازم أكون ملتزمة بيه بشكل كويس جدًا، ولازم إن أنا أحقق فيه target كويس، وعشان كده هي بتاخد الوقت الأكبر منّي. ولكن أهم حاجة إن أنا ما اشغلش نفسي بحاجات في الدراسة أكتر من الدراسة. إزاي بقى؟ مثلًا أنت في ثانوية عامة عايز تدبلر الدروس، أنا أعرف ناس بتتربل الدروس، اللي هي بتاخد 3 دروس مع بعض في نفس المادة. ليه؟ ليه بجد؟ لأ، أنا آخد درس واحد في المادة أفهمه، لو عايز أزوّد بقى وحاسس إن المدرس بتاعي مش بيحل كتير أو مش بيحل كويس، آخد جنبه حاجة زي عصير الكُتب، وفي مدرسين كتير جدًا بيقدموها على الإنترنت. طبعًا بإذن الله هابقى أعمل لكم أصلًا فيديو مخصص لعصير الكُتب ولترشيحاتي، وإمتى أصلًا تدخلوا في عصير الكُتب وإمتى لأ، علشان ما يبقاش ضغط أكتر عليكم. أنا مثلًا كنت باحب أروح محاضرات الكلية وفي نفس الوقت أرجع أسمع محاضرات اليوتيوب، لإني أصلًا باحب شرح الدكاترة اللي على اليوتيوب جدًا، لإن شرحهم advanced وأحسن بكتير. يعني في شرح في الكلية حلو أوي، وفي شرح برضه مش حلو أوي، ولكن أنا كنت بابقى عايزة إن أنا ألتزم بمحاضرات الكلية وخلاص، رغم إن هي ما عليهاش درجات، بس علشان أكون البنت اللي التزمت بمحاضرات الكلية. درجاتي ما بقتش تتحسن وأحس إن أنا عندي وقت إلا لمّا لغيت المحاضرات، وما عدتش باروح المحاضرات اللي أنا مش بافهم منها. تاني حاجة بقى ودي مقولة مهمة جدًا، 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 هي مقولة if you fail to plan you plan to fail. أنا من زمان وأنا باتفرّج على فيديوهات تنظيم الوقت، وأنا باحاول دايمًا أنظّم وقتي بأحسن طريقة، وكنت باعمل كراسات حرفيًا إن أنا أتتبّع وقتي وأقدر إن أنا أشوف وقتي بيضيع في إيه. بالنسبة لي الحاجات اللي باشتريها علشان تنظيم وقتي بتبقى مهمة جدًا، جدًا بالنسبة لي، أيًا كان بقى، سواء to do list صغيرة to do list كبيرة زي دي. أول حاجة مهمة جدًا هي تثبيت مواعيد الدروس، لإن كل ما دماغك كانت متسيستمة أكتر على مواعيد ثابتة، هتلاقي نفسك بتنجز أكتر ومش بتماطل. وتاني حاجة إن أنا طبعًا باذاكر الدرس في نفس اليوم اللي باخده فيه، يعني مش هاخد إنجليزي وآجي بالليل أذاكر فيزيا لدرس بكرة، هابقى دماغي مشتتة من كتر المعلومات اللي خدتها في اليوم. تاني كراسة من باكج تبسيط اللي عليه 30% خصم، ديّة فيها كذا جزء. أول حاجة جزء للكلمات الغريبة عليك سواء في العربي أو الإنجليش،
وتاني جزء للجزئيات الغير مفهومة، يعني مثلا حاجة عن المقاومات في الفيزياء فبكتبها بالعامية بحيث ان انا لما ارجع لها اكون فاهماها كويس اوي. جزء للاخطاء وجزء للقواعد الثابتة سواء في العربي او الانجليش، ودي بتفيدكم جدا جدا ان انتوا تجمعوها. وكمان جزء للحاجات المطلوبة مني في الحصة كده علشان منساش انا عليا واجبات ايه. وهنا كده دي الستيكرز التحفيزية بإذن الله هعرضها في فيديو وانا بغير ديكور المكتب زي كل سنة بإذن الله. وانا بحطها سواء على اللابتوب، ميزتها ان هي مش بتطبع خالص. يعني هنا انا اكتشفت ان انا اصلا كنت حاطه ستيكر زي ده السنه اللي فاتت على اللابتوب، فجيت اشيله مفيش اي اثر. وحرفيا برضو هبقى اشيل معاكم الاستيكرات القديمه، الحمد لله مش بتاذي اللابتوب ولا الحيطه ابدا. بعد كده النوتة بقى النصف السنويه دي عليها خصم 20%. هي فيها ادعيه للمذاكره واذكار الصباح والمساء. عمركم ابدا ما هتندموا على اليوم اللي تبدأوا فيه بأذكار الصباح والمساء وتقولوا أدعية المذاكرة قبل ما تذاكروا. هتحسوا إنه دي أكتر جلسة مذاكرة، المعلومات اللي انتوا ذاكرتوها فيها ثبتت معاكم. أهداف السنة وأهداف الشهر متقسمة لكل جانب، بحيث إن أنا حتى لو دماغي مش قادرة تجمع أنا هكتب في إيه، لأ أنا عارفة إن أنا مثلا في الجانب الديني عايزة ألتزم بقيام الليل، صحيا عايزة أكل سلطة أكتر، وهكذا. فكتابة الأهداف مهمة جدا علشان تفضوا الكلام الكتير الملخبط جوه دماغكم وتبدأوا في تنفيذ الأهداف بتاعتكم. بعد كده التخطيط اليومي بالنسبة لي مهم يبقى ليه تكنيك معين، بحيث ان انا بخطط ليومي وبراقب يومي في نفس الوقت. يعني انا بحط طبعا المواعيد بتاعتي، مثلا عندي فيزياء واحياء وانجليزي، قصادها هحط الحاجات اللي انا عندي فيها مذاكرة درس الفيزياء وحل الواجب بتاعها، وكذلك في الأحياء والإنجليش. طبعا بحط من الأقصى أهمية للأقل أهمية، يعني مثلا الفيزياء هي أهم حاجة عندي وأكتر حاجة بتاخد مني مجهود، للأقل أهمية أو أقل مجهود وهو الإنجليش. وبكتب كمان جنب المهمة الوقت اللي أنا هعمل فيه المهمة دي، بحيث إن أنا أجي في آخر اليوم وأشوف أنا عملتها ولا لأ، ولو ما عملتهاش أنا في الوقت ده ضيعته في إيه، سوشيال ميديا، خروجه، أيا كان، بحيث ان انا لما اجي بعد كده اكتشف اخطائي وبكتبها في الملحوظات اللي تحت خالص. انا ضيعت النهارده من الساعه 3 للساعه 4 ونص مثلا في خروجه مع صاحبتي، كنت رايحه معاها مشوار في حاجه مش هتفيدني قوي، او ان انا مثلا قعدت على السوشيال ميديا وما كنتش قاعده بهدف، حتى انا كنت قاعده بس بضيع وقت وبهرب من الحاجات اللي عليا. كل ده مع الوقت هتلاقوا ان انتوا فعلا بتدركوا قد ايه انا بضيع وقت في حاجات ملهاش لازمه، وبوجه وقتي اكتر للحاجات اللي هتفيدني وهتخليني اقل قلقا، ان انا مش هبقى رايحه الدرس خايفه ان انا ما ذاكرتش كويس، خايفه ان انا مش احسن من اصحابي، فاهميني. وهنا ديت فقرات المذاكره برضو بحب ان انا اكتبها، ان انا اذاكر من الفجر للساعه 8 بالليل، من العصر للمغرب مثلا، ومن المغرب للعشاء هرتاح، وبعد كده من العشاء للساعه 12 مثلا او الساعه 11 هذاكر كمان جلسه. فبالتالي بقى مقسمه الجلسات بتاعتي كده. الملاحظات دي بقى بكتب فيها الاخطاء اللي انا عملتها في اليوم، ايه الحلو اللي انا عملته وايه الوحش، بحيث ان انا دايما اتابع نفسي واحسن من نفسي. ودي فعلا اكتر حاجه فادتني جدا، وحتى لحد دلوقتي وانا في الكليه بعملها. انا مثلا اتعاملت النهارده في السكشن بشكل اقل احترافيه، كنت بجاوب بشكل عشوائي، لا الاحسن ان انا افكر كويس في الاجابه، وهكذا. انا الغلاف قوي بقدر ان انا اوقفها على المكتب كده واتابع اللي انا بعمله طول اليوم. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وفادكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ومع السلامه.